اقول لك على روايات تقدر تقراهم ببلاش دلوقتي حالا ومن غير سرقه. تقدر ان انت تقرا دلوقتي ارض زوكرا الجزئين ببلاش ومن غير سرقه. تقدر ان انت تقرا الثلاث اجزاء بتوع قواعد جارتن. تقدر تقرا معظم الاجزاء اللي موجوده بتاعه مملكه البلاغه زي كادولي وسقطري وغيرهم. وتقدر ان انت تقرا روايتين تانيين دول اللي انا جاي اكلمك عنهم النهارده. الروايه الاولانيه هي روايه العشاء احدث يوم الجمعه، وهي بتتكلم عن جريمه قتل حصلت يوم الجمعه، والبطل بيحاول ان هو يكتشف الجريمه دي. الروايه كانت لذيذه قوي وعجبتني، وهي سهله وبسيطه وممكن تخلص في يوم او يومين بكتير قوي يعني. الروايه التانيه هي روايه اسمها يلتهم نفسه بادئا بقدميه. والروايه ديت روايه مش مصريه بس حلوه قوي، وهي بتتكلم عن كاتب امه ماتت وهو صغير قدام عينه. تصور ازاي دوت اثر عليه، وايه الدرجه اللي هو وصل لها في الكتابه بتاعته علشان يعبر عن اللي حصل له او ينتقم من اللي حصل له. كل الكتب دول هتلاقيهم موجودين على ابلكيشن عصير الكتب في الكتب المجانية للقراءة. يلا، سلام.